واش هذه كاميرا تعول عليها ننتقلوا لاخطر حاجه في هذه المقارنه. كتصبر الحراره، الشتاء وحتى الثلج. في هذه الايام ولينا كنشوفوا بزاف الموديلات ديال الكاميرات المراقبه بالطاقه الشمسيه. وفي هذا الفيديو غادي نوريك اهم الحوايج اللي خصك تركز عليهم في اختيار الكاميرا المناسبه ليك. اول حاجه غادي نبداو بها هي جوده التصوير بالليل، ونبداو مع الكاميرا العاديه اللي الماركه ديالها غير معروفه والجوده ديال التصوير ديالها ناقصه بزاف. هنا كتشوفوا المثال ديال الجوده ديال التصوير ديالها بالليل. بحال هنايا راه السيد راه داز وشفار اللي بغا وكيبان بحال شي شبح. واش هذه كاميرا تعول عليها؟ نشوفوا دابا الكاميرا ديال ارفاديس اللي جوده التصوير ديالها عاليه بزاف وكتشوف كلشي بوضوح، واخا يكون الليل كتشوف داكشي بالالوان. وهنا مثال ديال التصوير ديالها بالليل. كيف ما كتلاحظوا الجوده ديال الصوره عاليه بزاف وكلشي كيبان بوضوح. ودابا ننتقلوا لاخطر حاجه في هذه المقارنه اللي هي مقاومه الكاميرا للماء والشتاء. حيت في وقت الشتاء بزاف ديال الناس كيتشكاو من المشاكل في الكاميرات حيت كيدخل لهم الماء، كتكون المقاومه فيهم ديال الماء ضعيفه بزاف اولا ما كايناش. داكشي علاش ارفاديس جاتنا بواحد الكاميرا كتصبر الحراره، الشتاء وحتى الثلج، حيت مصايبه بمعايير اوروبيه وبمعيار اي بي 67 لمقاومه الشتاء. نمشيو دابا للنقطه اللي كتفصل ما بين الكاميرات اللي هي سعه الباتري وقوه الالواح ديال الطاقه الشمسيه. بالنسبه للاغلبيه ديال الكاميرات كيجيو بلوح واحد اللي ما كيشارجيش مزيان الا كان الضباب ولا كان الشتاء، والبطاريه اللي صغيره بزاف ما كتشدش لك الليل كامل. ولكن الا بغيتي الكاميرا اللي تعول عليها اكثر من ليله، ارفاديس كتبقى الحل الامثل، حيت كتوفر لك جوج الواح ديال الطاقه الشمسيه اللي كيشارجيو مزيان سواء كان الضباب ولا كان الشتاء او لا تكون الشمس ما بايناش مزيان، والبطاريه اللي كبيره بزاف كتشد لك الليل كامل بدون انقطاع. وبالنسبه للتسجيل اغلبيه ديال الكاميرات ما كتجيش فيهم كارت ميموار، وهذا كيدير لك مشكل في انك تختار الكارت ميموار المناسبه، على عكس ارفاديس اللي كتهنيك حيت الكاميرا ديالها كتجي فيها كارت ميموار 128 جيجا اوريجينال. واخر حاجه واللي كتهم الناس كاملين واللي هي هاد الكاميرا اللي غادي نشري واش فيها الضمان او لا. بالنسبه لارفاديس الكاميرا ديالهم كتجي مع الضمان، يعني اي حاجه وقعت فيها كتعيط للفريق التقني وكيحل لك المشكل، ولا اقتضى الحال راه كيبدلوا لك الكاميرا بوحده اخرى جديده وكيبقاو معاك خطوه بخطوه حتى تركب الكاميرا ديالك.